عملت كده ولا في مصر، انا كل الجروب عمل كده. ده جربت الصور بتاع انا الخليج صحيح مصارف يعني نقطة البداية. حوادث الطرق الصامتة، زحمة وزنقة الأتوبيسات، وأزمة الصفين اللي واقفين داخل الأتوبيس، والاحتكاك بين الناس اللي بقصد أو بدون قصد. ده غير النزول من الأتوبيس لتفادي الاحتكاك ببعض. يعني في ناس بتنزل ظهرها في ظهر اللي قدامها، وفي ناس بتنزل وشها في ظهر اللي قدامها يمكن سهل، وفي ناس بتضطر تعدي بين الصفين بسبب الزحمة، وفي ناس بتقصد ده غير الإحراج للناس اللي قاعد علشان يتجنب اللي نازل بيخبط في اللي جنبه، يا إما لو ما أخدش جنب اللي واقف هيحتك بيه. ده غير إنك طول الطريق من الزحمة بتبقى قاعد متذنب. حقيقي من كتر الزحمة في ناس بتدوخ وتتخنق بسبب قلة الهواء، النفس بيقل، ده غير صريخ الأطفال. نصيحة ما تحملهاش فوق طاقتها، يكفي صف واحد بين الكراسي، والأحسن تحمل على قد عدد الكراسي منعا للاحتكاك وانتشار العدوى. انت مش هتاخد اكتر من رزقك، ده غير الذنوب اللي هتاخدها بسبب اللي بيحصل بسبب الزحمة. تحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. حاجات كتيرة بنفكرها صغيرة وتافهة وهتعدي، وهي كبيرة قوي وحسابها كبير وعظيم عند ربنا. انت بتظلم الناس دي وبتظلم نفسك. ده غير لما واحد يكون عايز ينزل، كل اللي قدامه بينزل علشان ينزله، وبتكون العربية دايرة، وده حرق وقت وحرق بنزين. ده غير انك بتوقف الطريق وتعطل حركة السير وتأخر الناس على موعدها. راعي غيرك علشان ربنا يراعيك في نفسك وفي أهل بيتك وفي طريقك. وياريت يكون في قانون يغرم السواقين اللي بتحمل ركاب زيادة، علشان اللي ما بيحترمش وقت وحرمة الناس غصب عنه هيحترم القانون لما يغرمه أو يحاسبه أو يعاقبه. وده كان جزء بسيط من حوادث الطرق الصامتة. صحيح مصارف يعني نقطة